السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسعادة دايما يا رب، ويديم عليكم الصحة والنعمة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة قوي كلنا بنموت فيها، اللي هو الفطير المشلتت، بس هنعمله صغير. اللي احنا شايفينه ده كيلو من الدقيق ومعاه لتر من المية الدافية. انا مش هستخدمه كله، انا بقول لكم ان لازم المية تكون دافية وتقدري تحطي ايدك فيها، تكون فترة كده بدمعة العين. وهنرش عليها ايه، معلقة من الملح ومعلقة من السكر. هو دي عجينة الدقيق، هتتعمل بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا ومش هتكلفك. وتعالي معايا نعملها بطريقة سهلة ونقول مقاديرنا، اللي هو كيلو دقيق ومش هنستخدم اكتر من لتر من المية وذرة ملح وذرة سكر. زي ما انت شايفة كده بقلب المكونات الجافة كلها مع بعض، علشان خاطر تدمجي كل الملح مع السكر مع الدقيق، ما يبقاش فيه تكتلات لأي ايه حاجة. زي ما انت شايفة كده هبتدي بقى ايه، ان انا اعجن الدقيق مع المية، بحط شوية بشوية. تمام، زي ما انت شايفة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. ببتدي بقى انزل شوية بشوية زي ما انتوا شايفين كده. ولازم تشمروا ايديكوا علشان خاطر العجين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. الطريقة دي جميلة جدا هتعجبكم. والفطير المشلتت انا بعمله بطريقة حلوة قوي قوي قوي، لان دي امي اللي معلمهاني. ربنا يرحمها ويسامحها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة. تمام، فاحنا هنعمله النهارده بطريقه سهله وجميله ووداعا لغلبه الفطير المشلتت. لا، بعد كده هتقومي كده لو في نص الليل واحتاجتي فطيره كده هتقومي تعمليها على طول، مش هتاخد في ايدك ثواني. زي ما انت شايفه اهو يا نور عيني، بنزل بالميه شويه بشويه، وكل ما بيحتاج معايا بحط له، كل ما الاقي العجينه معايا محتاجه بحط لها. فاهماني؟ زي ما انت شايفه اهو يا حبيبه قلبي، بطريقه سهله وبسيطه. والفطير عامه بيحتاج ان دايما تسيبيه يرتاح بعد كل خطوه، لازم تسيبيه يرتاح. اهو، ايه رايك؟ هنلف العجينه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. هنلف العجينه اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، تبتدي بس كده تلمي بيها ونقطه ميه هنا. اللتر اللي انا عملته دافي، انا مش هاخده كله زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو. بصوا العجينه عملت معايا ايه، لميتها بايدي ازاي. هكمل بقى عجنها على الرخامه. تمام، تبتدي تعجنيها على الرخامه زي ما انت شايفه كده. تمام، هتحطيها في سلطانيه او في اي حاجه علشان تهدى. طبعا هي انا عايزاها جوسي، انا عايزاها تبقى طريه، مش عايزه العجينه معايا تكون ناشفه. تمام، علشان بعد كده هحط لها الزبده وابتدي اشتغل فيها. عايزه تعمليه الفطير بالزبده تمام، عايزه تعمليه بالزيت بيبقى حلو، بس لازم زيت وسمنه او زيت وزبده، بيدوها طعمه جميل جدا. تمام، هنا بقت معايا العجينه زي ما انتوا شايفين. هغطي عليها واسيبها ايه، تهدى شويه. بصوا هنا فاض معايا قد ايه ميه، فاض معايا بتاع ايه، شويه كده، بتاع ربع الازازه كده. تمام، هنغطي عليه ونسيبه لما يهدى خالص، اللي هو ايه، يسيبه يهدى شويه. هنا معايا معلقه من الزبده زي ما انتوا شايفين، انا مقطعاها مكعبين زبده يعتبر. وهنزل عليه بشويه من الزيت. ليه طيب انتي عملتي كده يا اسماء؟ علشان خاطر ابتدي اشتغل بيهم. الزيت مع السمنه او الزبده عامه بيدوا طعم حلو جدا. تمام، هنا انا حطيتهم في الميكروويف يا دوبك ساح معايا، وبسيبه ايه لوقت ما استخدمه. هنا انا اوريكم العجينه، بصوا شكلها عامل ازاي. هطلعها من من البوله. تمام، وهحطها على على سطح العمل. ايا كان عندك، على الرخامه، على ترابيزه، المكان اللي انت بترتاحي فيه انك تعملي بيه الحاجه. هنا انا حطيتها هنا على الترابيزه زي ما انتوا شايفين، وهدهن دهنه بسيطه كده بالزيت والسمنه علشان ما تلزقش معايا واعرف افردها معايا. طبعا شمرنا بقى عشان نعرف نعمل فطير المشلتت، ده فطير يعني مش اي حاجه. هنا بصي يا حبيبه قلبي، ببتدي ايه، ان انا الم العجينه كده بايدي زي ما انت شايفه، وايه، وافردها. افردها بايدك، تفرديها بالنشابه. النشابه دي بتاعت زمان اللي مش عارفها، او تفرديها بتاع الخشب دي. دي زمان كان بيعملوا بيها على فكرة الفطير، وبيعملوا بيها الرقاق، وبيعملوا بيها كل حاجة. ربنا يرحمهم يا رب.
زي ما انت شايفة هي نور عيني، ببتدي افرد بيها اهي. طبعا انا ايه زمان، يعني مش زمان قوي، يعني احنا مش كبار قوي، اهالينا علمونا بايدينا، مفيش حاجة اسمها تعملي بيها، لا اعملي بايدك خلصي كده يعني. فزي ما انت شايفة كده يا حبيبة قلبي، ببتدي افردها اهي. دي العجينة كلها، دي العجينة كلها. عايزة تقسميها على 2 تمام، عايزة تستخدميها على حاجة واحدة تمام، اللي انت عايزة تستخدميه استخدميه. بس انا بفضل لو انت مثلا سطح العمل عندك كبير زي ما انا ما بتعامل، استخدميها كلها مرة واحدة. سطح العمل عندك يا دوبك استقسميها على مرتين تمام. زي ما انت شايفة كده انا بحاول افردها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. تمام، نفردها ونبتدي نشدها كده بالراحة. طبعا الفطير بيبقى صح لان انتي بتبقي سبتيه يهدى. طالما سبت العجينة تهدى هتاخد وتدي معاكي، اشتغلتي فيها على طول لا مش هتاخد وتدي معاكي. خلي بالكم من الحاجات اللي انا بقولها دي يا جماعة، لازم العجينة تهدى عشان تاخد وتدي معاكي. لكن انت استعجلتي واستخدمتيها على طول لا، مش هتلاقي العجين معاكي بيقطع، وهتلاقي الفطيرة مش عايزة تتفرد بسهولة. وفي نفس الوقت ان الفطير المشلتت لازم يهدى. حتى احنا لما بنشكله وبنعمله دواير بنسيبه يهدى، ما بنسووش على طول، لازم تسيبيها تهدى شوية تمام، علشان الأنسجة بتاعتها تهدى وتبتدي تاخد وتدي معاكي. زي ما انت شايفة هنا انا بوريك السمك اللي انا هشتغل بيه. زي ما انت شايفة، شوفي سمكها قد ايه يا حبيبة قلبي. كده انا فردتها السمك اللي انا عايزاه تمام. هاجي بقى للزبدة دي، بتاع ربع كيلو زبدة تمام. هاخد حتة حتة واسيبها بره التلاجة عشان اعرف اشتغل بيها. ما سيبهاش، ما اخدهاش مسلجة واشتغل فيها لا، سيبيها شوية كده تهدى يا نور عيني، ونبتدي نشتغل بيها عشان تتفرد معاكي كده، تبقى معاكي ناعمة وسهلة الفرد. طبعا احنا عارفين ان الشتاء والجو برد والدنيا ساقعة، فطلعها قبليها قبل ما تشتغلي بساعة زي ما انا ما طلعت، وتكون ما حطيها في المطبخ عشان طبعا الاكل والطبخ والكلام ده كله بيدفي الحاجة سنة، غير لما تسيبيها بره التلاجة في مكان تاني. فدايما خليها في المطبخ. زي ما انت شايفة كده انا بحاول افردها كلها بالاسباتيولا زي ما انت شايفة كده يا حبيبة قلبي. طريقة سهلة وجميلة وعملته واولادي مش والله ما قعدوه. تحفة تحفة، بسم الله ما شاء الله، والف هنا وشفا يا رب للي اللي هيعمله ان شاء الله واللي كل. ويا رب وصفتي تعجبكم وتكون سهلة وبسيطة وقدرت اوصل لكم المعلومة بإذن الله. بصوا هنا يا حبايبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا، وشكرا للي بيكتبوا لي التعليقات ومتابعيني. ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا، ويديم المحبة في الله سبحانه وتعالى. زي ما انتم شايفين كده انا بحاول افردها على العجينة كلها. طبعا انا عشان سطح العمل او الترابيزة بتاعتي كبيرة ففردت العجينة كلها زي ما قلت لكم تمام. بتحاولي ان انت تحطي الزبدة عليها كلها زي ما انت شايفة كده يا حبيبة قلبي. بسم الله ما شاء الله، كان طعمه جميل جدا 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 جدا. بصي تفرديها كده جميل جدا جدا جدا، وبألف هنا وشفا ليكوا، وحاجة كده تدفيهم في الشتاء وايام المذاكرة. طبعا الطفل طالما بيذاكر بيحب تحطي له كده حاجة كده ياكلها، افطر اي حاجة، فطير مشلتت، قرص، بسكوت، اي حاجة، مفيش حاجة بتقول لا. حط لهم، ربنا يخلي لكم اولادكم يا رب ويحفظهم لكم تمام. زي ما انتم شايفين كده يا نور عيني انا فردتها كلها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ناخد ثواب كبير تمام. أنا هنا فردت خلاص خالص الزبدة زي ما انتوا شايفين، وببتدي ألمها بإيدي. بصوا ازاي. طبعا هتقولي يا أسماء ما هي بتتلم معاكي، طب لو لزقت معانا أقول لكم فاكرين لما دهنت الترابيزة ايه، أو دهنت سطح العمل ايه، يخلي العجينة معايا تتلم على طول ما تلزقش تمام. أنا فردتها زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا هو كبير معايا تمام. هبتدي بقى ايه اقطعه بالحجم اللي انا عايزاه، فطيره كبيره ولا فطيره صغيره. طبعا انا عملت فطير صغير علشان كل واحد ياخد له واحده كده ايه مع نفسه كده تمام. انا هنا قطعتها. بصوا هنا انا بوريكم مش عارفه الكاميرا هتوريكم ولا لا. انا عايزه اوريكم بعاير كل 4 صوابع بقطع، كل 4 صوابع بقطع
تمام. زي ما انتوا شايفين كده بحدد مكان الفطيرة وانا بعد كده دي فطيرة، الحتة اللي انا قطعتها دي وحددت مكانها دي الفطيرة. تمام يا حبيبة قلبي. بصي هنا انا قطعتها وعايزة اوريها لك الرقات دي هتبقى رقات معانا فيما بعد، يعني دي هتبقى رقات. تمام. هتقطعيه كده وهنسيبه يهدى شوية. كل مرحلة بعملها بسيبه يهدى بتاع 5 دقايق. يعني انا قطعت اهو ما اشتغلتش فيه على طول. بصوا هنا انا بوريكم الحلقات. بص الرقات، بسم الله ما شاء الله عليه. تمام. انا قطعته كده وسبته 5 دقايق وانا مغطيه عليه. اوعي تسيبي اي عجين، اي عجين او اي مخبوزات يا حبايب قلبي لازم نغطيها. تمام. انا هنا قطعت زي ما انتوا شايفين وحطيته في قطع على صينيه على سطح العمل بتاعك ايا كان وبتغطيه. تمام. هنغطيها هنا ونسيبها تهدى 5 دقايق طبعا عشان اعرف اشتغل فيه. هنا انا بوريكم، بصوا بوريكم انا هنا رصاها بسم الله ما شاء الله عليه. كان جميل تحفة. يا رب تاكلوه بالهنا يا رب. تمام. سبته طبعا يهدى 5 دقايق وجبتها بفردها بقى. القطعة دي بفردها كده. بصوا حتى الزبدة باينة فيها ازاي من جوه. بصوا بتفرديها كده. تمام. انا عوزت سطح العمل زبدة على زيت الصينية اللي احنا عملناها اللي هي في البولة عشان اعرف اشتغل. تمام. بتفرديها واحدة واحدة. انا هنا بصوا بوريكم بايدي لان انا بحب اشتغل بايدي اكتر بصراحة. هنا انا فردتها بايدي وركنتها واحدة واحدة. تاخديها تفرديها وتركنيها، ما تشتغليش فيها على طول. كل مرحلة للفطير بتسيبيه يهدى شوية. هتقولي وقت كتير، لا مش وقت كتير. انت بتبقي عاملة 5 ولا 10 او ايا كان الكمية بتعمليها وبتسيبيها تهدى شوية. مش هتاخد في ايدك حاجة. بصوا اهي وبركنها، بشيلها واركنها، ما بشتغلش فيها، باخد واحدة واحدة. هنا طبعا بعد ما فردتهم كلهم وزي ما انتوا شايفين جبت حتة زبدة او الزبدة طبعا اللي في الطبق اللي انا بستخدمها، وببتدي بقى ايه اطبقها او اعملها دورية. انت بتحبي تعملي، بصي ايا كانت الدورية اللي انت هتستخدميها. بصي انا هنا لميتها زي ما انت شايفة وببتدي المها كده بايدي اهي. الملمها كده خالص. جميل قوي 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 يا حبايب قلبي وسهل وبسيط. بصوا لميتها كده دورية وركنتها. واعمل اللي بعديها احط برضو زبدة. تمام. اجيبها كده. بصوا انا كل مرحلة بسيب الحاجة تهدى. هنحط زبدة زي ما انتوا شايفين كده، حتة زبدة اهي مش كتير. تمام. وابتدي الملمها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة بسم الله. تمام. هتلملميها كده وتاخديها على كف ايدك تكملي. تمام. انا لملمتهم. تمام. دي التالتة. بصوا تالتة هتلاقي نفسك 10 5 ايا كان الكمية فطير مشلتت هتعمليهم في ثواني. مش هياخد منك غلبة، مش هياخد منك وقت. في نفس الوقت عملتي حاجة لأولادك وأسعدتي أطفالك بيها وأسعدتي زوجك، وفي نفس الوقت مفيش حاجة بتاخد معاكي وقت. تمام. زي ما انت شايفة كده اهي. هنلملمها كده بكف ايدك كده وبايدك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بيبقى جميل قوي 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 يا حبايب قلبي وبألف هنا وشفا يا رب ليكم. تمام. هنا انا لميتها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا تبقى مدورة كده. هخلص الكمية كلها واسيبها تهدى. تمام. وهغطي عليه اهو. انا حتى اوريكم. بصوا الكمية هنا معانا خلصت وغطينا عليه. هنسيبه يهدى شوية. بعد كده بقى ابتدي ابططها بقى واعملها دوريات. بصوا بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. جميل جدا 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 جدا. بسم الله ما شاء الله عليه. اللهم بارك. بصراحة جميل. بصوا بقى اتفردت معايا بقت كبيرة ازاي يا حبايب قلبي. بصوا الفطيرة بقت عاملة ازاي. بصوا بقى الحتة الصغنونة خالص اللي احنا قطعناها بصوا بقت عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. جميل جدا 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 جدا. انا برضو عامل له معاك واحدة تاني. كل مرحلة ومرحلة بنسيبه يهدى عشان الأنسجة بتاعته بتاعة العجين تاخد راحتها واقدر اتعامل فيه. هنا بوريك واحدة بالنشابة علشان خاطر
نعرف ان احنا ايه نستخدمه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، طريقة سهلة وجميلة وبسيطة جدا، حلوة قوي 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 قوي. بسم الله ما شاء الله عليه. يا رب يعجبكم، بألف هنا وشفا ليكم يا رب، تجربوه يا رب ويعجبكم. ادي شكلها، بصوا مدور ازاي. طبعا انا بشيلها من سطح العمل مباشرة، ما بتلزقش معايا زي ما انتوا شايفين، عشان احنا حاطينه على سطح العمل دهناه زبدة وزيت. هنا بصوا السلطانية اللي انا فيها سمنة وقصدي زبدة وشوية زيت، بحطهم هنا واسيب الزيت يدفى شوية مع الزبدة، وببتدي انزل. انتي مش هتحطيه في الفرن يا اسماء؟ لا انا مش هنحطه في الفرن، احنا هنسويه على النار من فوق بطريقة سهلة وبسيطة. حطيته على النار، جبت طاسة حطيت فيها زيت وسمنة، قصدي زيت وزبدة، وببتدي اسويه عادي. تقلبيه على الناحية دي وتقلبيه على الناحية دي اهو. وده شكله بعد ما خلص واستوى. تحطيه تسويه على النار، بتجيبي طاسة تحطيها على النار، شوية زيت او شوية سمنة على زبدة او تمام. ولما يدفوا بتحطي الفطير وبتقلبيه الناحية دي على النار من فوق. بيبقى بطريقة سهلة وجميلة، ويا رب يعجبكم وبألف هنا وشفا ليكم. هنا بقى نقطع لكم بقى واحدة ونشوف. تعالي نشوف الرقات بقى بتاعت الفطير المشلتت، تحفة. بصوا الرقات هنا عاملة ازاي، ادي راق، وادي 2، وادي 3 و4، كان تحفة. يا رب اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يعجبكم وطريقتي تعجبكم، وتبقى طريقة سهلة وجميلة للفطير المشلتت. بصوا شايفين الجمال، بصوا تحفة والله العظيم، عجب اولادي. تاكليه بقى مع حته جبنه قديمه كده بطحينه، تاكليه مع عسل، تاكليه مع عسل بطحينه، وعايز شويه كده عسل وطحينه كده ونعيش فيه شويه كده. بسم الله ما شاء الله عليه، جميل جميل جميل. بصوا شايفين الجمال، بصوا انا بوريكم. سويته من فوق، ده على النار. التسويه اللي انتوا شايفينها والجمال ده كله احنا مسوينه على النار. على النار حطيت طاسه، معلقه زبده، معلقه زيت، حطهم في طبق، اخد منهم شويه بشويه، احطهم في الطاسه واسوي. ايه رايكم؟ خدش مننا وقت ولا فرن. طبعا لو الفطير عجبكم ما تنساش تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه